السلام عليكم. الفيديو النهارده مهم جدا. معانا دلوقتي تربية بط بلدي. تربية البطة دي عمرها بالظبط من 10 أيام ل12 يوم. طبعا تربية البط البلدي سهلة جدا. طبعا ده نوع وز، نوع بري. بسم الله ما شاء الله عالي جدا. بس الفيديو النهارده بيتكلم على البط البلدي. طبعا عشان تنتج كمية كتيرة كده من البط البلدي، اول حاجة بتجيبي البط تحضنيه طبعا، وبتغذيه في الاول، بتجيبي له علف 23%. لمدة اسبوعين. بعد كده بتجيبي فول الصويا والردة والدشيشة والعيش الناشف، تخلطوهم مع بعض. وما تنسيش الخضرة. البط بيحب الخضروات. لو عندك مكان واسع ونضيف اطلقي البط فيه، وهتلاقي يومه بيومين. حطله مية، حطله في المية كركم او فلفل احمر. طبعا انا بوصي بالحاجات دي عشان خاطر بتزود انتاج بتنضف البطن، وبتخلي الشهية تنفتح والطير ياكل ويبقى يومه بيومين. طبعا البط البلدي زي ما انتوا عارفين بياخد وقت كبير. لما يكبر ممكن يقعد سنة بحالها عشان البطة تكبر وتعرفي تذبحيها. بس انت لو عندك انتيتين وذكر ممكن تطلقيهم مع بعض ويرقدوا. النتي بترقد وبتنام وبتطلع من 20 ل30 بيضة بلدية. بسم الله ما شاء الله. والبط البلدي غالي ولحمته جميلة جدا جدا. لحمته مسكرة وحمرة، معدلة للحمة العجالي، عشان خاطر بياخد وقت كتير عبال ما يندبح. سنة بيكون لحمته عبت المعادن والفيتامينات اللي الجسم محتاجها، ولحمته طعمها مسكرة جدا. البط البلدي في منه انواع، في منه شرشيري ونسكوفي وبلدي، جميع الانواع موجودة. البلدي بتلاقي البط البلدي دايما اسمر، وفي حاجات في ريشه كده بيضة ووشه احمر. البط المخلوط النسكوفي بتلاقي لونه مدي للابيض اكتر، ابيض كتير، وفي حاجات سودة. الشرشيري طبعا بيكون بني او لونه بيش كده، الالوان اللي هي الفاتحه شويه دي. بس في 3 حالات جميع البط ده بياكل نفس الاكل. تحطيه مثلا عادي، ممكن تربيه مع الفراخ، اي حاجه بياكلوا زي بعض. المكان طبعا يكون متهوي داخله شمسه. بياكلوا بسم الله ما شاء الله. بيتحط لهم الفول الصويا، العيش الناشف بياكلوه. بيلهطوه كده لهط، مش ضروري ينبل. وبتبقى يومه بيومين. بتحط طبعا املاح وفيتامينات. الميه ده على طول بتنضفيها، وبتحط لهم كذا حاجة تتاكل يعني. لو عندك خضار برسيم، عندك كرنب، عندك الخضروات الباقية في البيت دي مش ترميها، اخلطيها واعمليها على ردة وفول صويا. البط بيحب الأكلة دي قوي قوي جدا، وبتفرق معاه. وبتربي لحم الردة طبعا، بتربي اللحم اكتر من العلف. العلف بيخلي البط يليف، تبقى طعمه مليف مش مسكر. قبل ما تذبحي البط تبقى حاولي تاكليه دشيشه، تاكليه عيش برضو على طول. تحطي سكر، تقطعي بصل، الحاجات دي برضو بتفرق. لو عايزه ترقدي البط لازم تجيبي انتيتين مع ذكر ويولفوا مع بعض ويبداوا يبيضوا. بقى هترصلهم البيض في مكان معين هم هيناموا عليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله هجيب لكم فيديوهات جميله جدا. برضو البط البلدي عادي ممكن يتربى مع الفراخ البلدي عادي. بياكلوا نفس الاكل، وترمي لهم الحبوب عادي. برضو لو في شعير، الشعير دي بيخلي الطير يربى عنقود بسرعه ويبيض بسرعه، ويكون البيضه حلوه يعني. القشره بتاعتها جامده، ما تنكسرش بسهوله، وهو بيرقد لوحده. بس اهم حاجه تظبطي المكان تحته. يلا سلام عليكم، في فيديو قادم ان شاء الله.